السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان والأخوات، لاباس عليكم على خير. جيتكم إن شاء الله بهذه الحليوة هذه ديال ذكرى المولد النبوي. حليوة بسيطة ديال الدار، شي حاجة ديال الدار كتزكى. حليوة ديال الكاوكاو والصابلي. أنا نيت غادية بها غير كادو. ايوا تبارك الله عليكم، كي لاباس عليكم، الأحوال ديالكم مزيانة على خير. هي حليوة من ابسط ما يكون، شي حاجه اللي سهله مهله. ان شاء الله تبعوا معايا لا فيديو وتشوفوا الطريقه. يعني الكل كيعرف الطريقه العاديه، ولكن جيت نشارك معكم طريقتي. جيت ندير هذه الاطلاله هذه مده ما طليت عليكم. يلا تبارك الله عليكم، خليكم معنا. عندي هنايا الزبده، 4 ديال الزبده كنعملها انا مضروب على على البانيو، كنبغي نخدم في البانيو. درت الزبده تما كاينه، خدمتها مع زلافه ديال السكر، وما تسجلاتش باقينا زلافه ديال السكر. ودرت واحد الكاس ديال الزيت ما عامرش بزاف، يعني ما عامرش، كاس ما عامرش. درت واحد 2 ديال البيضات، درت فاني، واحد القبيصه الملح اللي درتها، والزبده كنخدموها مزيان حتى كطوع وكتولي دايره كي البوماد بحال شي كريم. صافي ديك الساعه كندير الطحين، يعني الطحين ما كنعبرش بالكيسان، كنحط حدايا الطحين راه مغربل الناضي دايره نيت في البلاستيك ديالو حتى كنجمعو. ولا تكستور ديالو هي هذه، راه كتبقى الحلوه رطبه ما كنقصحاش، كتبقى رطبه. المهم راه كنوريكم لا تكستور ديالها. صافي غادي نشدها الحليوه، غادي نلبيها نجمعها، ما كنعركوهاش يعني غير كنجمعوها. صافي وكناخد هنايا خديت واحد الطريف اللي غادي نخدم به، والشيء الاخر غادي نديروه في البلاستيك الغذائي ونعملوه في الثلاجه على ود الزبده. وصاه دابا والكوزينه كتكون سخونه مع الفران ومع صافي نضمها نخشيها في الثلاجه. والعجينه اللي عندي غادي نشدها، غادي نخدمها نطلقها مزيان. انا تركب لي الفيديو مقلوب، يعني ها مايا غادي مليحه، قبيصه الملح راه تركب الفيديو مقلوب، معليش. كلكم ولاد الدار كلكم يعني غتقبلوا على الموجود هكاك، ما ديت غايه فيه، معليش ماشي مشكل. هنايا الزبيده نصاوب الزبده كنحطها. هاد شوفوا هاد الزبده ديال الكاريط هذه معروفين السميات، ما ندير اشاره حتى لحاجه. راه ولات رطبه 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 رطبه. انا شحال هادي ما كنتش كاع كنبغي ندير الزبده الحيوانيه ديال العبار، هذه ولات رطبه بزاف. عندي هنايا عندي زلافه ديال السكر كلاصي. صافي غادي نمعكها مزيان مع ديك قطره الملح، ضروري من شويشه الملح. غادي نمعكها مزيان، نخدمها حتى كتطلق. شوفوا راه الكاس الضرب ديال الزيت اللي دايره، ماشي كاس الضرب ديالنا، حيت واحد القطيره. انا هذا الكاس عندي شويه صغيور. المهم كاس العنبه ديروا نتوما كاس ديال العنبه يكون ناقص غير شويه، ماشي مشكل. الزيت راه خدمتو الزبده مزيان، الزيت غير ضيفوه راه كيعطيكم كميه كبيره ديال الحلوه. صافي غادي نضيف داك الساشيه ديال الفاني، وغادي نمعكها مزيان يعني باش نطلق هذيك الزبده. وكان راه كتطلق من اسهل ما يكون. مازال كنت درت القصريه. انا مع تمارين عندي مع كنبغي نخدم الحلوه في البانيو. الا الله محمد رسول الله. كيجيني ساهل انا البانيو على القصريه. المهم كنضيف هذيك الزويته حتى هي وكنخدمها. الزيت كتخلي الزبده نيت عاوتاني تطلق مزيان، ونخدمها حتى كتولي خفيفه، ما كتبقاش ديك الترسبات، داك الزبده مكلكمه يعني مكركبه ولا شي حاجه. هذه كتخسر لكم الحلوه. والحلوه حتى لا درتوها وطبعتوها لا، في الاخر ملي كطيب كتلقاوها تجمعات، كتقولوش علاش تجمعات، راه الزبده هي اللي كتخليها تجمع لكم هكا. من الاحسن اولا اللي عنده هذا سميتو العجانه، خدموها في العجانه. انا كنبغي نعركها بيدي وخلاص. صافي كنضيف داك 2 بيضات. من الاحسن ديروها بشي زليفه داك البيض حتى وكان تلقاوها يعني من الاحسن باش ما تطيحوش بشي حاجه ما هي شيء.
صافي هنايا بديت كنطلق هذه الحلوه ديالتي، وكنديرها رقيقه 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 بزاف. هي كل ما رققتو هادو الصابلي كيجيو زويونين، تكون رقيقه من الاحسن. خدمتها في الحقيقه ماشي شي، في الاول كنت عيانه ما قدرتش كاع ندير شي حاجه، مي تشجعت ونضت كبرت، وفعلا الحمد لله تيسرات الامور. ضروري في العواشر هكا خصنا نديرو شي حويجه. دابا الدخول للمدرسه ضروري 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 من هادشي، باش على الوليدات كيبغيو يفطروا ما كيقدروش يفطروا، ضروري حويجه تكون عندك في الدار. يعني ان شاء الله بحول الله دابا ان شاء الله نزيد نشارك معكم حويجات اخرين هكايا. ما تنساونيش من لي لايك الاخوان والاخوات، ما تنساونيش من لي لايك والتعاليق ديالكم زوينه، كتخليك يعني كتحفزنا باش نزيدو نديرو حويجات اخرين. يعني غير بقينا كنستانسوا بهاد القناه وخلاص، وما سخيناش بكم وخلاص. هذا كان ونديروها في سبيل الله. اللي دخل وبغى شي معلومه ولا شي حاجه يدخل في سبيل الله. المهم الحليوه راه من اسهل ما يكون الصبري. ها هي خرجت لي كميه تبارك الله ما شاء الله، كميه كبيره. هاي ما حمرتهاش بزاف، اللي بغى التحميره يحمر، اللي بغى يخليها شويه مبيضه خليها، يعني راها طايبه طابت وبقات في الحجم ديالها، ما تكمشات ما حتى شي حاجه، بقات كما هي. كون ما خدمتيش الزبده، الا ما خدمتوش الزبده مزيان ما غاديش تعطيكم هاد الشكل هذا، كتكمش. يلا وزوقها باش بعمرها باش ما بغيتو. هنا غادي ننتقلوا للحليوه ديال الكاوكاو الشكل الثاني. عندي هنا نص كيلو ديال الكاوكاو، جبته نقيته وحمرته في المقله مزيان اولا دخلوه الفران. انا كنت مزروبه حمرته مزيان. غادي نطحنو، غادي نضيف عليه هنايا عندي ساشيه ديال الزهر، زلافه سنيده، القرفه وزلافه ديال السكر ديال الزيت. هادو هما المقادير. وعندي اكيد الطحين باش كنجمعو. وغادي ندير واحد الخماره وقبيصات الملح ضروري من طريقه الملح، راه غير شويه ما تبانلكمش بزاف، غير شتتها في يدي ومع الكاميرا كتبين داكشي كبير. هذا هو المراعي طريقه الملح. صافي دابا غادي نمشي نطحن داك الكاوكاو. انا طحنته ساليت صافي، كنطحنو تقريبا ما كتخليش كاع باين بزاف قطيره، واحد شويش، واحد المعلقه ديال القرفه، راه عندي دكاي صغيره. صافي بطريقه الملح. وغادي نضيف داك الساشي ديال الزهر. اللي بغى يدير الزهر يعني سائل يديرو. هاد الساشيه زوينه، انا بالحقيقه ما كنتش كنبغي نستعملها، مي زوينه كتعطي واحد النكهه ديالتها خطيره. وخلاص في السفه كتجي زوينه. السفه ملي ديروا السفه في الاخر ديروا حتى داك الساشيه ديال الزهر كتجي واعره، كتجي بنينه. خلاص هنا كنضيف السكر الزيت، عندي زلافه وقلنا الفاني، الزهر والقرفه، لان الكاوكاو كيتواتع مع القرفه. غادي نميلونجي داك القرفه مع داك المكونات اللي عندي عملتهم في البانيو. صافي غادي نخدمهم مزيان. وبالتالي غادي نضيف داك الكاوكاو نضيفو على، يعني كتجي هادي ساهله ساهله ساهله. غادي نرمي داك الكاوكاو، الا شفتو راه تقريبا مطحون مزيان. حتى كتلقى بعض الخطرات كتلقى شي فتيتات هكايا ديال الكاوكاو باقيين شادين راسهم. صافي كنميلونجيها مزيان. هذه الحليبه كدار يعني في بضع دقائق. وهانت درتيها الطيب. صافي غير ملي كطيب كنخليها تبرد مزيان باش ما تفزقلياش داك السكر كلاصي. صافي دابا غنبدا نضيف الطحين شويه بشويه. الطحين اكيد كنكونوا مغربلينو والدقيق الممتاز. ودايره خماره، اللي بغى يدير جوج يدير. انا كندير غير وحده، كنخاف لا تمشي تدلع لان كنخليها رطبه، كنخليهاش ما كنديرهاش قاصحه. يعني لما اللي جمعتها بامكاني نزيد الطحين، وما كنبغيها تكون رطبه. يعني كلشي ياكلها، ماشي ما كتعجبنيش الحلوه تمضغها وتلقاها قاصحه كالحجر، لا كنبغيها تكون فتيتيه. صافي كنضيف داك الطحين حتى وكنلبي داك العجينه الخليط اللي عندي، كنلبيه مزيان.
ومن بعد كنضيف هذاك الخميره اللي عندي، كنضيفها حتى للتالي، يعني بداك الكبه الاخرانيه ديال الطحين كنعمل معها الخميره. انا عملت غير وحيده، قلت لكم اللي بغى يدير جوج يديرها، انا كندير غير وحيده. راه بامكاني ندير جوج، انا كنخلي الحلوه كيف قلت لكم كنخليها خفيفه، ما كنديرهاش قاصحه. صافي كنخلي الحليوه العجينه كنخليها رطبه باش تعطيني نتيجه كتكون زوينه في الاخر. صافي غنبدا نجمع داك الحليوه ديالتي. صافي كتشوفها كتلبى كتجمع. راه بامكاني نزيد الطحين. صافي هاي كتكورها هكايا. صافي نجيب الطاوه وكنستفها وندخلها للفران. بغيتو طيبوا لها وجهها هو الاول، يعني صهدوه مزيان باش تفرقع، اولا خليها غير هكاك، ديروا اللي بان لكم ديروه في الطياب. صافي بالسلامه. الحليوه هي هذه مسالات، راه فنتها مزيان حتى بردات، انا خليتها حتى لغدين عاد صافتها. ايوا الحليوه ديال الصابلي ها هي. درت الكراميل باش جمعتها باش كتجي بنينه، كتجي رائعه. سيدنا تبارك الله عليكم، وذكرى المولد النبوي الشريف سعيدة على الجميع، جميع المتمنيات اللي كيتمنى شي حاجة اللهم تعالى يا ربي يكمل له فيها، والصحيحة والعافية والتدبيبة، نجاح لوليداتكم والتوفيق للجميع. ما تنساوش اختكم كريمة باللايك بالاشتراك، تعاليقكم الزوينة. تبارك الله عليكم، ما سخيت بكم، عواشركم مبروكة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.